بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحبي السينما، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في هذه الرحلة الصوتية، رحلة فيها من الغموض أكتر مما فيها من الأجوبة. قصتنا الليلة عن فنانة كانت يوما ما حديث الصحافة، وبعدين صارت اليوم حديثا لا يقال وصوتا لا يسمع. قصتنا عن حنان شوقي وفنان قدير آخر، هو الفنان طارق الدسوقي. الفنانة حنان شوقي اللي عاشت حياة بين الضجيج والصمت، بين قمة المجد وقاع التهميش، وبين الرؤى الصوفية وصدمات الواقع. لكن خلونا نبدأ من الحديث اللي فجر كل شيء. خبر نزل على الفيسبوك، صحفي متخصص في الوسط الفني أعلن بصراحة وقال إن حنان شوقي تزوجت الفنان الكبير طارق دسوقي، والزواج تم فيه سرية تامة داخل شقة طارق الدسوقي. وما اكتفاش بالكلام ده بس، وقال أنا معايا صور من حفل الزفاف، واللي عنده اعتراض يتفضل يتكلم. السوشيال ميديا اتقلبت، والكل بدأ يسأل هل فعلا اتجوزوا؟ ايه سر الكتمان؟ وهل دي قصة حب ولا تحالف صامت؟ لكن الحكاية على قد ما هي مثيرة، هي مجرد قمة لجبل من الجليد. سيدة أمين أحمد، مواليد 16 مارس 67، اتولدت في حي شبرا القاهرة. أبوها من المنصورة وانتقل للقاهرة طلبا للرزق. منذ طفولتها كانت حنان مختلفة، بتحب المسرح والتمثيل والغناء، وفي مدرسة الشيخ خالد الابتدائية كانت دايما بطلة الحفلات. وفي إحدى الحفلات حصلت المعجزة. أبلة فضيلة الإعلامية الشهيرة وقتها كانت حاضرة، شافتها وأعجبت بها جدا، وقالت لها البنت دي موهبة، لازم تدخل الإذاعة. وفعلا بدأت حنان أولى خطواتها من استوديوهات برامج الأطفال، ومن الإذاعة للتلفزيون، ومن البرامج للتمثيل. وكانت حنان كأنها تولد من جديد مع كل مرحلة. أول ظهور فني ليها كان سنة 84 في فيلم بيت القاصرات مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومن هنا انفجرت شهرتها. مثلت الحلال والحرام والاختلاط ممنوع والجمالية ودماء على الأسفلت والمواطن المصري والبخيل وأنا وليالي الحلمية. وبتعدد أدوارها كانت دايما بتسيب أثر. اختياراتها كانت جريئة وأدوارها مليانة روح. لكن مع النجاح بدأت الأسئلة: ليه بدأت تختفي فجأة؟ وليه اختارت الصمت في عز حضورها؟ حنان فجرت مفاجأة روحية من النوع الثقيل. قالت شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، رؤية مش حلم، شفته قدامي عيني في عينه، وقال لي كلام غير حياتي. بعد الرؤية دي انسحبت من الفن، لبست الحجاب، ابتعدت عن الشهرة، وانضمت للطريقة الخليلية الصوفية، وصارت تتردد على أضرحة أهل البيت، السيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الحسين. كل دول أسيادنا وتاج راسنا. وما اكتفتش بكده، سافرت العراق وزارت مقابر الجنود اللي استشهدوا على يد القوى الغاشمة. وهناك شافت مشاهد قالت إنها مشاهد صعب إن الحد ينسيها: دم على نهر دجلة، أشلاء في المقابر، وقلوب مكسورة. في زحمة الرحلة دي كان في جواز، وما كانش جواز عادي. حنان شوقي اتجوزت هشام الشلقاني، شقيق هالة الشلقاني زوجة عادل إمام. يعني كانت قريبة جدا من ليلة عادل إمام العائلية. لكن المشكلة بدأت لما لبست الحجاب وبقت تقول إن التمثيل حرام، ورفضت تسلم على زوجة عادل إمام، والنتيجة الطلاق. ورسالة الطلاق وصلت ليها في مسجد عمر مكرم، وهي قاعدة هناك منعزلة عن العالم. الأزمة الحقيقية بدأت لما اختارت الأدوار
وقطعت السبل. اتهمت منتج اسمه طارق صيام بعدم دفع مستحقاتها، وقالت انه حرض باقي المنتجين ضدها. راحت كتبت برقتين لنقيب الفنانين وقالت له انا مش لاقيه اكل وعندي حقوق مش عارفه اجيبها. ورد عليها الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وقال لها روحي النقابه وارفعي قضيه. قالت له ما معيش فلوس، 4 قضايا، ودخلت في دايره مغلقه، لا شغل ولا فلوس ولا حتى دعم. في 2020 حصلت الضربة القاصمة، شقتها في العجمي اسكندرية اتسرقت بالكامل، تحف ذهب فلوس مجوهرات حتى العفش اختفى. الشرطة قبضت على اللصوص لكنهم قالوا صرفنا كل حاجة وسكرنا بيها. حنان وقفت في حالة صدمة وقالت مفضلش عندي حاجة، حتى تاريخ الفني اتهد. ومن بعد ما اعتزلت حنان رجعت تاني وقدمت أغنية على يوتيوب باسم آل البيت بكلمات صوفية روحانية، لكن محدش اتصل بيها. قررت تقلع الحجاب. قالت أنا فنانة والفن رزقي ومش هفضل متمسكة بحاجة بتحرمني من الحياة. المهم رجعت تظهر بشكل جريء وصور وسيشنز. المهم قالت أنا كنت في مقام روحاني ورجعت لطبيعتي، والحجاب لا يعني الإيمان فقط. أما بالنسبة للزواج من طارق دسوقي، هل هو حقيقي؟ هل هو مجرد تعاون في كليبات ولا قصة حب تحت الطاولة؟ الصورة اللي انتشرت بتقول حاجات كتير قوي، بس لحد النهاردة مش مؤكد الموضوع ولا هو منفي. الناس شايفة مشاهد من التيك توك وكليبات وتمثيل مع بعضهم، لكن مفيش. الصور اللي انتشرت بتقول حاجات كتيرة قوي، بس لحد النهاردة لا هو أكيد ولا هو نفي. الناس شايفة مشاهد من تيك توك وكليبات وتمثيل مع بعض، لكن مفيش بيان رسمي ولا تصريح مؤكد. كأنهم قرروا يعيشوا الحكاية بعيد عن عيون الناس. حنان شوقي من النجوم الساطعة إلى عزلة صامتة، من رؤية نبوية لهجوم من السلفيين، من فن جميل لحروب على الفيسبوك وأبواب مغلقة. اليوم بتعيش حنان وسط الأسئلة، وإحنا بنطرح سؤال: هل ظلمها الزمن ولا اختارت طريق ما كانش ليه نهاية؟ اللي أكيد إنها حكاية تستحق إن هي تروى. هل بتصدق رؤيتها؟ هل ترى زواجها من طارق دسوقي حقيقي؟ لازم تشاركنا برأيك. هل يستحق فنانة بحجمها هذا التهميش؟ يا ريت تأكد لي رأيك في التعليقات وتكون إيجابي، وتشترك بالقناة وتفعل الجرس علشان لو ما اشتركتش في قناة كوكب الشرق صدقني 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 هيفوتك كتير قوي، لأن احنا محضرين مفاجآت كبيرة جدا لكل مرتادي القناة ومشتركيها وأعضائها. وأتمنى إن متابعة حضرتكم وإن انتوا تستفيدوا مما نسوق لكم من أخبار بنتحرى فيها دايما الدقة ونتحرى فيها دايما الصراحة والصدق. كان معكم طارق حسن الناقد الفني، شكرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.